نحييكم أعزائي المشاهدين ونقدم لكم أخبار تونس اليوم. معهد القصاب ينجح في إدماج تقنيات جديدة لجراحات العمود الفقري. سجل قسم جراحة عظام الأطفال بمعهد القصاب لتقويم الأعضاء بمنوبة بإشراف الدكتور مراد نجاح أول عملية جراحية لعلاج اعوجاج العمود الفقري لدى صغير باستعمال نظام الملاحة الجراحية. توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال أشغال اللجنة التونسية السعودية. تم توقيع 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، وذلك خلال أشغال الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية المنعقدة في السعودية في الرياض. وزارة الفلاحة والسياحة تتفقان على وضع برنامج عمل مشترك لتثمين السياحة الفلاحية المستدامة والبديلة. اتفقت وزارة الفلاحة والسياحة على إحداث لجنة عمل مشتركة تتولى اقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة لتثمين ترويج المنتجات الفلاحية، لا سيما زيت الزيتون التونسي باعتباره منتج استراتيجي ومهم في التنمية الاقتصادية. وزارة التجارة دراسة الترفيع في دعم نقل صادرات زيت الزيتون نحو أمريكا. أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على اجتماع اللجنة الاستشارية للنهوض بالصادرات، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات وأعضاء اللجنة، حيث تم دراسة إمكانيات الترفيع في دعم النقل بالنسبة لصادرات زيت الزيتون الموسم الحالي، خاصة نحو الجهة الأمريكية. مركز النهوض بالصادرات عودة المنحنى التصاعدي للصادرات التونسية. أشار رؤساء مكاتب مركز النهوض بالصادرات بالخارج إلى عودة المنحنى التصاعدي للصادرات التونسية التي سجلت في نوفمبر 2025 نمو ب1.5% مقارنة بالسنة الماضية، لتبلغ 57.9 مليار دينار، مدفوعة أساسيا بالنتائج المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.